السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير هانيا كلشي مزيان. اليوم عندنا واحد القصة ديال ولد أزمور اللي دخل التاريخ ولكن التاريخ ما عطاش حقه. الحلقة ديالتنا غتبدا من أزمور في 1520 ملي كانت البرتغال مازال باقا مستعمرة شي مدن ومنها أزمور اللي ما كيعرفهاش هي مدينتي تقريبا حيت انا جيت ما بين جديدة وأزمور. المهم نخلي لكم شي فيديوهات على اللي ما كيعرفش أزمور وفي كاينه. المهم نكملوا معاكم. كان في ديك الوقيته كان مازال باقي العبيد كيتباعوا ويتشراو، والبرتغال كانت كتبيع العبيد من المغرب كتبيعها من اوروبا. وفي هذيك الوقيته بالذات كاين واحد السيد مصطفى الزموري بالخلاصه اللي غادي يتباع لواحد البعثه اسبانيه. المهم هاد مصطفى هذا غادي يتباع لواحد السيد في البرتغال، وهاد السيد سميتو بورانتيس. من الزهر ديال مصطفى الزموري هاد دورانتيس اللي شراه كانت معاملته زوينه، وداه المغرب داه البرتغال وعاملوا معامله زوينه، ما عاملوش كعبد، عامل زوين وداه مع البرتغال وتعامل معاه بطريقه زوينه. اندريس دورانتيس اللي شاف مصطفى واحد انسان اللي ذكي وبقى كيتعامل معاه بمعامله زوينه وماشي معامله كشخص مع العبد ديالو. كان كيتصرف معاه بطريقه زوينه. المهم في العام 1527 فاش مصطفى كمل 25 عام ديالته جات واحد البعثه اكتشاف في القارات، تما في غتبدا قصه جديده. فاش جات هذيك البعثه اكيد دورانتيس غيدي معاه مصطفى الزموري واللي في هذيك الوقيته ولا مسمينو ستيفانو. وفاش غادي يمشيو تقريبا معاهم شي 300 واحد في باطو واحد في البعثه. هما مشاو بزاف ديال لي باطو اكتشفوا القاره الامريكيه. الرحله ديالهم في البحر ما كانش فيها شي صعوبات، كان فيها شويه مشاكل ولكن ماشي بشي صعوبات. علاش؟ حيت ديك الساعه كانوا الاسبان والبرتغاليين متمرسين في البحر، يعني حياتهم كلها كانت غير البحر، هما كانوا غير قراصنه في الاول ديالهم. وفي 12 ابريل ديال داك النهار وصلوا لقاره جديده، قاره اللي ما عرفها حتى شي واحد، اللي سميتها دابا فلوريدا. ديك الساعه اللي كانت خاويه ما فيها حتى شي واحد. في ديك الوقيته فاش نزلوا كانوا هما 300 واحد في باطو. تقريبا ثلثين نزلات. ديك الساعه فلوريدا ما كانش دابا مدينه ولا ولايه في امريكا، كانت غير الغابات وفيها غير حياه البريه، يعني فيها غير حيوانات البريه والزواحف. هذه كيف فلوريدا ديال داك الوقت. الباطو خلاو فيه واحد تقريبا 100 واحد، 200 وحده هبطات باش تكتشف في الاعماق. كيف ما قلت لكم بقاو غادي كيتعمقوا في الغابه. والفلوريدا ديال داك الوقت ماشي هي فلوريدا ديال 2021 دابا اللي يعني راه تبارك الله. ديك الساعه كانت عامره غير بالحياه البريه واغلبيتها كانت بالزواحف. هادوك الزواحف اللي قتلوا منهم واحد العدد اللي كبير بزاف، وهما اصلا يعني داخلين واحد المنطقه اللي ما عمرهم شافوا. هذيك المنطقه الجغرافيه ما عاشوها لا في المغرب ولا في البرتغال ولا في اسبانيا، ما عارف راسو فين غادي. بقاو غاديين بهاد الطريقه بحال ما هكا. واللي زاد طينا بالله وهو حتى الهنود الحمر كانوا كيخرجوا لهم حتى كيقتلوهم، ما كيعرفوا والو. مشات تقريبا 200 واحد اللي مشات وبقات 100 في الباطو. تقريبا العدد بقى كيتقلص توصل تقريبا شي 50 واحد. تما في الرئيس البعثه قال لهم غنرجعوا نديروا الدوميتور. فاش رجعوا الصدمه ما لقاو حتى شي واحد، حتى دوك اللي خلاهم في الباطو ما كاينين لا هما لا الباطو. ملي ما لقاو حتى واحد عاودوا رجعوا ثاني، وحتى الاحصنه اللي كانوا راكبين عليهم حتى هما بداو كيموتوا. ولا درجه ولا فين ما كيموتش يعاود كياكلوه. حتى الماكله والماء ما بقاش عندهم. تما غيتدخل مصطفى الزموري باش ينقذ الموقف. تما يا مصطفى الزموري ولا بستيفانو قصد نارفياز اللي كان هو القائد البعثه ديك الساعه. قال لي عندي لكم حل، وهذا الحل هو اللي غادي يعتقنا. شنو هو هذا الحل؟ قال لي انا كنعرف نصايب الفليك. نارفياز ما عنده حتى شي خيار اخر، كاين الموت قدامه ومصطفى الزموري وراه. قال لي سير على الله.
تما فاش عطاه الاوتيرازيو قال ليه صافي سير، مشى عند الناس اللي باقي لك 50 وحده، اللي 50 واحد اللي بقى، قال لهم اي واحد عنده اللباس ديالو الزايد او السلاح ديالو الزايد او اي حاجه زايده عنده اعطيوها ليا. اللباس كان كيصايب منه خيط منه اشرعه، والاسلحه كان كيقوي بهذوك الفليك اللي صايب منهم خمسه الفليك اللي صايبهم. ملي بديت كنباقش لقيت شي مؤرخين قال لك باللي كاتبين عليه بلي ان كان الزموري هو اصلا كانت حرفته صناعه الفليك في الزمور. كانوا ملي كانوا كيجيو البرتغاليين داكشي كان كيصلح لهم فليك وكان كيقادهم، هذاك الشيء علاش كانت عنده ديك الخبره في راسو. زائد هو كان كيتاقلم بزاف، اللي غادي نكملوا فيه الهضره، كان متاقلم بزاف، ذكي بزاف اكثر من القياس. يعني اي حاجه دخلت الراس ديالو ما كتخرجش كتبقى. بقاو غاديين كيتبحروا حتى وصلوا لواحد الجزيره سميتها بنساكولا، تساحوا فيها شويه ودايرين في بالهم غيمشيو لواحد المدينه في المكسيك. وهذيك المدينه اللي في المكسيك ديك الساعه ما كانتش المكسيك، يعني كانت سميه اخرى، ما كانش على حتى سميه. كانوا مقدرين ليها بتقريبا 70 كيلومتر باش يوصلوا. هذيك الساعه ما كان لا جوجل مابس لا خريطه لا والو، ولكن من 70 كيلومتر اللي مقدرين هما وصلت 2000. المسافه اللي غادي يمشيو لها من تما حتى لديك البلاصه راه فيها 2000 كيلومتر ماشي 70، هما دايرين غير 70. المهم من خمسه الفليك اللي صايب ليهم بقاو غير جوجات ووصلوا بزز لواحد البلاصه، واحد الجزيره لاحم البحر ليها اللي قريبه من تكساس اللي كاينه دابا. وهذيك البلاصه اللي مشاو لها ما كانوش مستعدين فيها، اللي غياكلوا فيها العصا ديال بصح. علاش؟ حيت كان فيها البرد والثلج وما فيهاش الحس الاثار ديال الحياه. المهم مصطفى الزموري كلهم تفارقوا، كل واحد بدا راسك، يعني كل واحد بدا كيقلب على راسو. مصطفى الزموري ولا ستيفانو المهم مشى مع واحد البعثه صغيره، واحد المجموعه مشى من الزهر ديالهم طاحوا في واحد القبيله ديال الهند الحمر. وهذيك القبيله ديال الهند الحمر من الزهر ديالهم حتى هما كيعتقدوا انهم جايين من ولاد الشمس كما كنقولوا، او المهم شي حاجه بحال الموقع ديك عارف الطقوس ديال الهند الحمر. اول مره غيشوفوا شي بنادم في هذاك الشكل، البشره ديالهم مختلفه، كيسحب هذوك الهند الحمر كيسحبوا راسهم غير هما اللي كاينين في هذه القاره كامله. المهم استقبلوهم وكلوهم، تعاملوا معهم بواحد الطريقه زوينه. حيت علاش الهند الحمر تما كيقولوا هادو ولاد الشمس غيداويونا غادي حكتي غادي تبركوا بهم. المهم في هذه القبيله بقاو معاهم 5 سنين تقريبا، بقاو غاديين معاهم من من مرتبه ديال ولاد الشمس مقدسين كتبركوا منهم، اللي ولاو تقريبا بحال العبيد عندهم. يعني عرفوا ماشي شي حاجه سبيسيال، ماشي شي حاجه اللي غيستافدوا منها، ولا راضيين بحال العبيد. وفي هذيك الفتره ديال 5 سنين حتى ستيفانو ولا مصطفى الزموري استغلها، تعلم اللهجه ديالهم، تعلم الطرق ديالهم، الاساليب ديالهم، كيفاش كيتعاملوا، خدا واحد فكره على ديك القبيله. المهم قرروا باش يهربوا من ديك القبيله، سالوا غاديين شادين الطريق. واخا جلسوا في هذيك القبيله الاولى 5 سنين، المهم تعلموا فيها شي حوايج، تعلموا كيفاش يداوروا راسهم، تعلموا كيفاش يدبروا راسهم في الماكله. بقاو غادي يطيحوا في واحد القبيله اخرى اللي غيكون عندها اثر كبير في الزموري، هي اللي غتخلي الزموري من عبد لاسطوره. المهم جلسوا معاهم تمايا، تعلم منهم مزيان، ولا كيداويهم، ولا كيعطيهم شي وصفات وهذه. المهم دخل داكشي اللي تعلموا في المغرب، داكشي اللي في البرتغال، داكشي اللي تعلموا من قبيله اخرى، كله جمعوا وعطاه لهاد القبيله. هاد القبيله اللي غادي تدير ليه واحد الشأن اللي كبير ديال بصح. علاش؟ حيت حتى هما ساعدهم. من ديك الساعه صافي خرج من ديك القبيله الثانيه حتى هي، جمعوا ليهم هذوك الهنود الحمر، جمعوا لهم الماكله، جمعوا لهم اللباس، كلشي عطاو ليهم، وصلوهم شويه. وكاين اللي بقى غادي معاهم بحال هكا كيتبركوا به. ولا اي قبيله فين ما كيمشي في شي قبيله، يعني قبيله مور قبيله فين ما كيوصل شي قبيله كيسلسوا مع ديالو سابقه، يعني ديجا كيعرفوا اي قبيله كيخلي اللمسه ديالو كيداوي فيهم الناس، كذا كيوريهم شي لعيبات، كيزيد درجات. ولا تابعوا الجيش ديال الهنود الحمر بحال الاتباع ديالو. تخيلوا معايا من عبد تباع البرتغالي ولا قائد، ولا تابعوا اسطول،
هما 3 اللي بقاو معاه، 4 بصفه عامه، 4 من ديك 300 اللي جات من البرتغال، بقاو هما 4 اللي غادي. وصل تما عند نائب الملك اسبانيا، حيت اسبانيا كانت محتله المكسيك، ولا اسبانيا كانت هي المكسيك بصفه عامه. ملي وصل تما لقى السمعه ديالو فايته، يعني ديجا كيعرفوه وسمعوا عليه بزاف. ملي مشى عنده تمايا قال ليه راه الملك اسبانيا راه سمع لك بزاف وبغى يكلفك بواحد مهمه خاصه اللي مازال باقي حتى شي واحد ما اكتشف. واحد المدينه اللي كيقولوا عليها مغلفه بالذهب. هاد المدينه هادي مدينه سميتها سيبورا، راه كيتمثلوا فيها الافلام، كيتمثلوا فيها الاهرامات اللي كاينين في وسط الغابات الامازون. تخيلوا معايا من عبد من مدينه ازمور تباع البرتغالي ولا هو قائد البعثه، غيديروا هو القائد البعثه اللي غيمشيو يقلبوا على ديك البعثه. بعث معاهم واحد قائد فرنسي راهب، كان ديك الساعه كان ديك الطابع الديني غالب بزاف. ديك الراهب زعما هو اللي كيفاش غنقول لكم، هو اللي كيتبركوا به في ديك الرحله. وهاد اللقطه ما غتعجبش الزموري، وهذوك الصحابو الثلاثه اللي بقاو ما بغاوش يمشيو معاه، بغاو يبقاو غير في المكسيك. ديك الساعه اللي ما كانش سميتها المكسيك، ما كانت عندها حتى شي سميه ديك الساعه، بغاو يبقاو عايشين صافي. ملو غيمشي غير هو بوحدو على راس ديك البعثه كلها. فاش مشاو في ديك البعثه الزموري كان عنده واحد مخطط اخر في راسو اللي غتعرفوه من بعد. قال داك الرهبان اللي كان معاه، قال لي غادي تبقى حتى واحد العدد ديال الجنود غتبقاو ورانا بشي 400 كيلومتر، بغا غير باش يتفك منه هذاك. قال لي غادي تبقى، قال لي السبه اللي عطاه، قال لي حتى لا تعرضنا شي هجوم على الاقل بعثه تكمل، ما غاديش يبقى داك ماشي ما يتقتلش كلشي، غيبقى واحد العدد اللي غادي يبقى اللي غيكمل من مورانا. دار هادشي كامل حيت عرف بان الاوروبيين كاملين فاش دخلوا لهاديك القاره الامريكيه دخلوا بطريقه الغزاة كما دخلوا للقاره افريقيا. ملي كانوا يلا كيفاش جاو شافوا واحد فرسان اسبان كانوا كيختطفوا هذوك الهنود الحمر وكيبيعوهم. هذاك المنظر ما بغاش يتكرر في ديك المدينه اللي كيقلبوا عليها. هذاك الشيء علاش بغى يتنصل من هذوك البعثه اللي غاديين معاه، جمع فيهم الاسبان كاملين وداك الراهب الفرنسي اللي خلاهم وراه وتخلى معاه غير واحد الكليكه ديال الهنود الحمر، باش حيت هو داخل بطريقه سلميه وشاف هذوك الناس يعني مسالمين ولاد باب الله كيف ما كنقولوا حنا، اللي بحالهم داكشي علاش ما بغاهمش يوصلوا ليه. هذاك الشيء علاش خلاهم دائما بعاد. المهم كانوا بعاد من هذوك القافله الثانيه اللي فرقها عليه ب7 ايام تقريبا، 7 ايام. المهم وصلوا لديك المدينه سميتها سيبولا، وفعلا نيت كانت واحد المدينه اللي مطوره بزاف اكثر ما تخيلوا، وكانوا فيها شي حوايج اللي اوروبيين براسهم واصلينش ليها. ملي وصلت تما صيفط واحد مجموعه ديال الهنود الحمر وفهمهم، قال لهم غتمشيو عندهم وتكذبوا عليهم، غتمشيو عليك البعثه وغتقول لهم حنا تعرضنا للاغتيال وتعرضنا للهجوم وحنا اللي شرطنا هربنا. وفعلا الناس حيت هو عارف مصطفى الزموري، عارف داك الرهبان اللي بقى في ديك البعثه اللي خلاه وراه، عارفو خواف وجبان ما غاديش يقدر يكمل. وهذاك الشيء اللي كان هذيك المجموعه ديال الهنود الحمر ما يوصلوا لداك الميساج، الاخرين داروا دوميتو رجعوا، وداك الهنود الحمر رجعوا عند الزموري. هذاك الرهبان مشى عند نائب ديال اسبانيا، الملك ديال اسبانيا، قال لي راه حق واحد راني لقيت المدينه كذا، عطاه شي احداثيات اللي ما كاينينش حيت هو اصلا ما وصلش ليها. حيت هو مصطفى الزموري كان كيحس بالانتماء ديالو لهاد الهنود الحمر اكثر من هذوك الاسبان. علاش؟ هاد الهنود الحمر كانوا مسالمين بحال شكل الافريقيين، كانوا مسالمين وكانوا مطورين على اوروبا بزاف ديال الحوايج الا السلاح اللي كان عند البرتغال وعند اسبان بها باش حقروا على الباقيه. هذا هو اللي كاين. المهم ديك الساعه بقى الزموري تما، واش في ديك المدينه في مدينه اخرى. المهم بقى تما شي اسطوره كتقول بان دار ولادو ولد تمايا. المهم كاين اساطير عليه بزاف، واحد ما متاكد منه بالضبط. اللي متاكدين منه وهو فاش لقاو الاثار ملي مشاو المؤخرين يعني حديثين العهد، لقاو هذوك الدومه وداك الشيء، ولكن لقاو واحد الدميه سوداء اللي كتمثل مصطفى الزموري حيت كانت البشره ديالته السوداء، هي اللي هذه يعني باقين دابا وكاسمين على بنا ديال ستيفانو مصطفى الزموري. باقين دابا كيقدروه علاش؟ حيت هو الوحيد اللي دخل بالطريقه مسالمه ومشي بطريقه الغزو،
ونفع ديك المنطقه مزيان، يعني في العلم، في الادويه، في كل شيء. يعني باقي دابا عنده تقدير كيقدروه الناس ديال تما. ودابا حاليا في هاد الوقيته اللي كندوي معكم انا فيها، المدينه اللي كنتخليها فلوريدا، باقي دابا كيحتفلوا بالذكرى السنويه ديالته. باقي دابا حاليا كيحتفلوا بالذكرى السنويه ديالو. دابا هادشي كامل غتقولي زوين وكذا، واغلبيه المغاربه ما تعرفوش. مع العلم هذه راه خاص يكون كيعرف العالم كامل، ولكن الجواب ديالي هو غنخليه لكم عند هاد السيد المؤرخ الفرنسي. اشنو غيقول عليه هو اللي غيعطيكم الجواب ديال هادشي. Stevaniko was the first, but Stevaniko was from North Africa, from Morocco, so the kind of traditional historians might not recognize in their writings that Stevaniko was the first. المهم اخوان، خليت لكم الراحه. دائما واخا تعطلت عليكم كدير واحد لاكسيدو. المهم ديروا معايا بالشفاء العاجل ان شاء الله. الى فيديو الجاي. كنتمنى الفيديو عجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش بارطاج واللايك والاشتراك، وانتم تما.